ما يتعلق بموقف قضايا الدولة مما يدور على الساحة بشأن ما تعرضت له المحكمة في قرارها الخاص بإلزامها بتقديم ما يفيد طعن أو خطاب رئاسة الجمهورية على الموافقة على الطعن محل الطعن المذكور أمام الإدارية العليا. أنا بس هسيب الجزئية دي للزميل سامح بيه في مجاله. أنا بس يهمني أن نعلق على الجزئية الخاصة في البيان الصادر من نادي مجلس الدولة النهاردة، وبيتعلق فيما يتعلق بإدانته ودهشته لما أثاره ردود فعل مستشاري قضايا الدولة على هذا القرار. أحب أوضح لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة أن هناك فرق بين التعليق على الحكم والقرار الصادر من المحكمة. القانون نظم إجراءات الطعن على الحكم أمام المحاكم، أما القرارات الصادرة فليست بمنأى عن التعليق عليها إذا كان يشوبها الخطأ في فهم القانون أو أحكامه. الجزئية الثانية برضو اللي أحب أنوه عليها في البيان، ودي نقطة مهمة جدا وأنا بسير التساؤل مع بيان مجلس الدولة في شأنه في الدائرة الخاصة بأحكام دائرة الاستثمار، إن البيان بيتضمن إن هيئة قضايا الدولة وافقت على هذه الأحكام واستخرجت صورة تنفيذية ثم أملي عليها بعد ذلك أن هي تطعن. أحب أوضح أن هذا الأمر فيه خلط للأمور. حق قضايا الدولة يسلبه إذا شابه هذا الحكم أي عوار أو خطأ في تطبيق القانون. أنا أدعو بنسير التساؤل أهم من هذا. هذه الأحكام التي صدرت من محرر عقودها؟ من الذي من هذه العقود التي من حق الرأي العام بعد الثورة أن يسأل الجهة المنوط بها الإشراف على تلك العقود. قضايا الدولة عندما قامت ثورة 25 يناير قامت بمراجعة كثير من العقود، وعلى سبيل المثال في هيئة التنمية الزراعية ورجعت أكثر من 14 مليار جنيه من عقود فاسدة كانت محل جدل في الشارع المصري. فقضايا الدولة لم تقوم بتحرير تلك العقود وبالتالي ليست مسؤولة عن الأحكام الصادرة عنها، وفي نفس الوقت حقها القانوني وفقا لنص قانون قضايا الدولة 10 سنة 86 إن هي النائب القانوني. وفي هذا الشق أحب أوضح نقطة مهمة جدا. هناك خلط وفهم غير سليم لأحكام القانون ما بين الوكالة وبين النيابة القانونية، ومش هقول أكتر مما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وهأدي لحضراتكم بعد البيان مبادئ محكمة النقض، مبادئ الدستورية، مبادئ المحكمة الإدارية العليا. الجمعية العمومية لمجلس الدولة قالت إن هيئة قضايا الدولة عندما تمارس النيابة القانونية تمارسها وفقا لأحكام القانون وليس وفقا لوكالة من أشخاص القانون العام. أنا بس بحب أوضح النقطة الأخيرة اللي صارت برضو في تعليق نسب إلى معالي المستشار رئيس مجلس الدولة في إحدى الفضائيات اللي بيتكلم على النص الدستوري الخاص بقضايا الدولة. وأنا هنا باسم مستشاري قضايا الدولة بعترض وبشدة أن يكون هناك من يتكلم باسم قضايا الدولة. هناك نص دستوري أعطى هذه الهيئة العريقة حقها الأصلي في تسوية هذه المنازعات، فليس لأحد أيا كان أن يطعن على قدرة أعضائها ومستشاري قضايا الدولة في القيام بهذا العمل القضائي من عدمه. وبالتالي أنا بنرفض كمجلس إدارة النادي وجمعية عمومية كل مساس فيما يتعلق باختصاص قضايا الدولة قانونا ودستورا. كل من هيئات القضائية تحتفظ بهيبتها وتحتفظ بشأنها الخاص دون التعرض. وأرجو في نهاية حديثي أن يكون هناك ليس مجال للطعن على قدسية ووضع قضايا الدولة على صحف الجرائد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.